ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ النهارده معانا فيديو جديد في الوحدة اللي هي التالتة عندنا، اللي هو What is in the package، ماذا بداخل العبوة. هناخد أول حاجة الدرس الأولاني اللي هو sharing with families، المشاركة مع العائلة. أول حاجة عندنا حي أو منطقة neighborhood خضروات vegetables عبوات الطعام food packages كبير السن elderly نكمل مع بعض. توصيل delivery يوعد promise يصعد السلالم climb the stairs يعني يصعد السلالم. سيدة lady الفقراء poor people خوخ beaches معلب كاند لا معنى علب يعني كاند. مزدحم busy متطوع volunteer. نكمل عندنا أفعال اللي هي الإيه regular أفعال منتظمة. يصل اللي هي reached يجهز prepared يغلف أو يعبئ baked يبتسم smiled يوصل delivered يسلم received. عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. محتاج in need. المنزل المجاور next door ممتلئ full of ينادي call out. نترك على الأبواب knock on doors. طبعا الكي هنا عندنا هي silent مش هننطقها. ممتلئ ب filled with الطابق العلوي top floor. طيب نكمل عندنا عندنا في صفحة 78 الاختياري. every weekend كل أسبوع we visit بنزور إيه to help people in need. بنزور neighborhood الحي الإيه السكني بتاعنا. we bought fresh نشتري إيه طازة from the market for طبعا بنشتري إيه vegetables خضار طازة. طيب نكمل we climb the wall to reach the top floor عشان نوصل للطابق الأخير بنصعد السلالم اللي هي stairs. زي نقط the food carefully in bags يبقى هما بيعبوا الطعام كويس. يعبئ يعني ايه baked. طيب we went not to buy what we need for lunch. بنروح فين؟ طبعا الشوبينج اللي هو الايه التسوق. we ordered a big pizza and not arrive on time. طلبنا بيتزا وبتاع الدليفري وصل في الوقت يبقى ايه delivery. I not to help my mother with cooking. انا ايه وعدت امي ان انا اساعدها في الايه في الطبخ يبقى promised. My favorite fruit are apples and طبعا أنا عايز فاكهة. طبعا الفاكهة اللي موجودة اللي هي إيه بيجيز اللي هي الإيه الخوخ. طيب نكمل عندنا اللي هو الاستماع listening and read a day of helping others يوم مساعدة الآخرين. طيب ركز معايا. 2 weeks ago من أسبوعين كريم وفاطمة prepared food packages for the poor people in the neighborhood. بيقول لك كريم وفاطمة كانوا إيه بيجهزوا عبوات للناس الفقراء في الحي السكني بتاعهم. early in the morning في الصباح. they went to the market راحوا للسوبر ماركت أو السوق with their mother to buy everything they need. راحوا السوق عشان يشتروا كل حاجة محتاجينها. طيب بيقول the market was busy السوق كان مزدحم full of seller كان فيه بياعين كتير calling أو بينادوا and show their vegetable بيوروا الخضروات and fruit والفاكهة. كريم choose a kilo of banana كريم اختار كيلو بإيه موز while فاطمة choose a kilo of peaches اختار الكيلو من الإيه من الخوخ. they also bought tomato اشتروا إيه طماطم cucumbers اللي هو الإيه اللي هو الخيار and bread اللي هو الإيه الخبز. after shopping they packed the food carefully into bags بدأوا إن هم يعبوا الإيه الحاجة اللي جابوها بحرص. طيب بيقول we when they arrived at the neighborhood لما وصلنا الحي they knocked on doors and gave families the food. بدأنا إحنا إيه نخبط على الباب وندي للعائلة الطعام. كريم helped an elderly lady climb the stairs to her home. بيقول لك عندنا كريم ساعد إيه سيدة إيه كبيرة إن هي تصعد الإيه السلالم. and فاطمة gave fruits to some children who were smiling. ادت إيه لبعض الأطفال فاكهة كانوا بيبتسموا. after delivering بعد الإيه التسليم everything كل شيء they sit and talk with the family to learn about their need. بيتكلموا عن الحاجات اللي هم محتاجينها. it was hard work كان عمل إيه متعب but كريم and فاطمة enjoy the day كان يوم إيه رائع and promised to do it again وعدوا إن هم يعملوا ده مرة أخرى.
طيب نكمل عندنا general exercise على lesson ايه 1. طبعا اول حاجه صح وغلط في الليسننج انا حله عشان ايه وقت الايه الفيديو بتاعنا. طيب نخش بعد كده على التشوز اللي هو الاختياري. I know to visit my friend tomorrow. انا هزور صديقي غدا، يبقى هنا بوعده، يبقى كلمه promise وعد. when I need advice لما احتاج نصيحه I ask بسأل مين اللي عاوز النصيحه، يبقى elderly person يعني شخص كبير في السن. we live in a quiet بنعيش في ايه هادئ near the school جنب المدرسة، يبقى neighborhood اللي هو في الحي بتاعنا ايه السكني. when the driver man arrived لما الراجل ايه بيوصل بتاع delivery we knocked on خبط على الايه على الباب. بعدها بيقول the busy market was full اسمها full of تعبير على بعضه مليء ب people from different neighborhoods. the teacher will come المدرس هيجي اسمها ايه call قصدي يبقى اسمها call out. call out دي معناها ينادي. your name هنا دي اسمك when it's your turn لما يجي دورك. one morning a small delivery truck come to the neighborhood يعني شاحنة صغيرة وصلت للحي. the driver brought box of vegetable and طبعا خضروات وإيه وفاكهة، فنعمل واحد على إيه fruit، دي رقم واحد. for the family العائلات. mother got not tomatoes جابت طماطم إيه cucumber وخيار and apples يبقى fresh tomato طماطم طازة. the children helped carry the bags. Everyone was happy to eat not food ياكل طعام صحي healthy foods. and thank the not man الراجل الطيب يبقى نقول kind. دي الإجابة رقم 4. طيب نكمل عندنا. بيقول last Saturday السبت اللي فات عمر and Lean went to the market with their mother راحوا للسوق مع أمهم. they went by car راحوا بالعربية because it was لأنه إيه بعيد. they carried the shopping bags and helped their mother choose fresh fruits and vegetables. حملوا الإيه الأكياس وساعدوا مامتهم إن هم ينقوا الخضروات والإيه والفاكهة. عمر baked some apples and rice. عمر التقط إيه أو كان بيعبي تفاح ورز. لين choose cucumbers and bread. كانت بتختار الخيار والخبز. they smiled and laughed together. هما ضحكوا وكانوا إيه بيضحكوا مع بعض وبيضحكوا. their mother was very happy كانت سعيدة because her children helped her kindly. كانت سعيدة عشان الأطفال كانوا إيه أطفالها بيساعدوها. she promised to cook them delicious cake. هي وعدت إنها تطبخ لهم إيه كيكة لذيذة. the text is going to shopping at طبعا market اللي هو السوق. the underline word happy كلمة happy. طب هنا كلمة opposite معناها عكس سعيد يبقى حزين. طيب what did Lynn choose؟ لين اختارت إيه؟ تعال نشوف عندنا أهو قال لك Lynn choose cucumbers and bread لحد هنا، يبقى ده السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 3. طيب نكمل عندنا. بعدها بيقول why was the mother happy in the end؟ ليه الأم كانت سعيدة؟ تعال نشوف فوق قال لك mother very happy because her children helped her kindly. طيب يبقى دي الإجابة رقم 4. طيب نكمل عندنا. بيقول لك summarize the text. summarize معناها لخص. تعال نشوف عندنا هنقول عمر and Lean went to the market with their mother لحد هنا، يبقى ده السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 5. تعالى بقى نكمل عندنا بعد كده punctuation عملية ترقيم. طبعا عندنا ال H capital عشان دي جملة إيه بدأ ب H بكلمة هي جملة عادية وفي الآخر فول ستوب جملة خبرية يعني في الآخر فول ستوب. طيب بعد كده when did they arrive طبعا W capital ده الاستفهام في الآخر question mark. طيب نخش على جزء الباراجراف. طبعا هنا بقول لك helping your neighborhood مساعدة الحي بتاعك. I will talk about helping my neighborhood هتكلم عن أنا ساعدة الحي بتاعي. I prepared food packages كنت بحضر إيه عبوات الطعام for people للناس الفقراء. I bought fruits and vegetables أنا اشتريت خضار وفاكهة from the market من السوق. I love helping others بحب أساعد الناس. everyone was thankful and happy that day كل كان مبسوط في هذا اليوم. كده وصلنا لحد آخر الفيديو. كان معكم مستر محمود.
لو عجبك الفيديو اشترك وفعل الجرس.